الحاجة دي كل ما نحط لها اي نوع فاكهة ما بتقولش لا. قال ايه الاولاد عايزين يشتروها من بره. طب وليه؟ طب ما انا الحاجة متوفرة عندي اقوم على طول اعملها لهم. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. النهاردة هنعمل الكوكتين على اصولها بطريقة سهلة خالص وعلى قد الايد ان شاء الله. متأكدة باذن الله تسمع الفيديو من اوله لاخره وهتقومي تعمليها للاولاد. عايزة اقولك انا كنت واخدة الاولاد بنجيبوا هدوم العيد كل سنة وانتوا طيبين، وعجبتهم وقالوا يا ماما لازم نشتروها. وطبعا ما رضيتش يعني اكسفهم وجبتها لهم. الواحده الكوبايه كانت عامله 20 جنيه. طب وقلت بعد كده طب وليه اشتريها لهم؟ طب انا اعملها في البيت وكل نوع فاكهه ما بتقولش لا. اي حاجه عندك متوفره مش هتقول لا. كنت عندي صراحه متوفره المانجا والجوافه والموز والتفاح والاناناس. حطيت بقى عندك كيوي، عندك مشمش، عندك اناناس. اي نوع فاكهه بتفضلي وبتحبيه مش هتقولك لا خالص. طبعا هنا عملت الفراوله ضربتها كويس جدا يعني زي معلقه كده زي من الميه. والمانجا بصراحه حطيت لها يعني يا دوبك تلت كوبايه من الميه. ليه؟ عشان المانجا عندي كانت قوامها حلو واللي هي بتاعت عصير. جبت الكوبايات بقى عشان اميزها لهم زي بره بالظبط واخليها لهم شكلها احلى كمان. جبت بقى هنا من نوع اي نوع فاكهه كده وابدا احطها لهم كده فوق بالتدريج كده عشان تبقى شكلها طبقات كده وجميله. طبعا انا كان عندي هنا اناناس، عندي تفاح احمر، عندي موز، وعندي فراوله، وعندي مانجا. كل حاجه مقطعاها مكعبات زي ما انتم شايفين. وهبدا ارص الحاجه كده بالترتيب عشان تبقى شكلها لطيف كده لما نقدموها، وفي نفس الوقت لما نحطه عندي الفراوله. طبعا هنا عايزه اقول لك الفراوله من نوع يا جماعه اللي هي مش عايزه ميه، واني والله ضربتها بالهاند بريندر. طب لو خلاط هتاخد معاكي ممكن شويه ميه وتبقى خفيفه. سلام بقى لو كبه تلاقيها عندك ما شاء الله مش عايزه اي حاجه. طبعا عندي هنا ما شاء الله هي اللي كانت افضل عندي التقيله هي المانجا. بس صراحه ما كانش عندي متوفر الفراوله سوري الجوافه. عندي لو سلام بقى لو جوافه كنا ضربنا شويه كده بالحليب وتحطي لها طبقات كده بقى طبقات مانجا على فراوله على جوافه تبقى شكلها رهيب جدا جدا وطعمها في منتهى الجمال. حطيت بقى انا هنا اول حاجه حطيت عندي الفراوله وبعد كده حطيت المانجا وهبدا احط عندي هي نوع بقى من الفاكهه اللي انا مقطعاها دي. ببدا احط كل حاجه كده معلقه طبقات زي ما انتم شايفين. وببدا احط كل يعني مثلا انا حطيت اللي هي الاخيره من الفراوله ببدا احط المانجا واخر حاجه الفراوله وهكذا لغايه لما اخلص الكميه بتاعت اللي عندي الكوكتين بالطريقه دي. عايزه اقول لك ما شاء الله ما خدتش معايا وقت. وعملت 4 كوبايات وجبت الكوبايات دي بتتباع بره يا جماعه من السوبر ماركت او عندك محل بتاع ملزمتات حلويات من بره بتجيبي الكوبايه اصلا هي بجنيه. ودلوقتي غليت بقت بجنيه وربع او بجنيه ونص. يعني رخيصه. وعايزه اقول لك يعني تستعمليها كذا مره مش مره واحده وترميها لا. انا عايزه اقول لك انا جبت دول بصراحه وبقيت اغسلهم واحطهم عندي ما بيحصل لهمش اي حاجه. خلاص كده نفس النظام بخلص الطريقه وببدا احط الفواكه وابدا ايه احط كده من فوق كده بالشكل ايه بترتيب او عشوائي كده بيدي شكل لطيف معايا. خلاص كده هخلص الكميه كلها وحلوه قوي قوي بقى في نسبة ايام العيد. كل سنة وانتم طيبين. الاولاد بتفرح بالحاجات دي جدا من بره من المحلات. طب وليه احنا نعملها لهم في البيت وضامنين النظافة في البيت عاملة ازاي. وطريقتها حلوه قوي ما خدتش والله العظيم ال5 دقايق بالظبط كنت مخلصاه وكل حاجه كنت ضرباها كده زي ما انتم شايفين. والفواكه حتى اولادك توقفيهم كده في المطبخ وتخليهم يقطعوا بيفرحوا بالحاجات دي. شايفين بقى الجمال والله العظيم اجدعها شيفه او زي ما بتجيبيها من المحلات. طبعا اولادي بقى عشان يميزوا بقى شبه بره وتروحي ايه بتغطيها زي ما انتم كده شايفين. عايزه اقول لكم اولادي بقى فرحانين بيها جدا جدا. حلوه بقى قوي بعد الفطار تاكليها كده او قبل السحور كده بقى حاجه كده جميله جدا جدا. طبعا هو الجو دلوقتي بيبدا يحرر وساعه يقلب يعني ايه الجو ايه بوشين لسه. ربنا المستعان. لو عجبتكم بقى ما تنسوناش بلايك من ايديكم الحلوه وما تنسوش بقى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. شايفين بقى الفواكه عامله ازاي طبقات. والله العظيم هتروحي تجيبيها من بره دي ب 20 جنيه وايام العيد كمان هتبقى ب 30 جنيه وب 25 جنيه. ليه؟ عشان ايام عيد بقى وموسم والحاجات دي. طب وليه انا اعملها لاولادي بالليل وهي ياكلوا منها في صلاه بعد صلاه العيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا احلى اخوات في الدنيا. ما تنسوناش بلايك من ايديكم الحلوه. دعوه حلوه كده منكم لفلسطين وغزه. واسيبكم بقى في رعايه الله.